واش الدراري هو تكونوا كاملين بخير. هاد الفيلم سميتو البلاتفورم وكدور الاحداث ديالو في مركز التسيير الذاتي العمودي. هنا البطل غورينغ فاق ولقى راسو فواحد الزلزاله كتحمل رقم 48. ما كان فيها حتى شي حاجه اخرى من غير واحد السرير وواحد لافابو وواحد الحفره الوسط، واللي كان كيسميها الشريك ديالو في الزلزاله تريماغاسي بالهاويه. كاع الزلزالات كانوا بحال هكا، كانوا متراكبين وحده فوق وحده، وكل وحده فيهم كان فيها جوج ديال السجناء باسماء مستعاره، وكل نهار كتهبط واحد الطبله من ديك الحفره، وعندك 2 دقائق تاكل فيها الماكسيموم اللي قديتي عليه قبل ما تهبط للزلزاله اللي تحت منك. وشحال ما كنتي لتحت شحال ما الحظوظ ديالك انك تاكل شي ماكله كتكون قليله بزاف. وفي الاخر ديال كل شهر المحبسيه كيتقلبوا وكيتبدل ترتيب الزلزالات. وفاش غورينغ شاف الطبله لاول مره قال بلي ما بغاش ياكل وما فيهش الجوع، وبلي كيفضل يخلي الماكله للطبقات السفلى. وهنايا شاف تريماغاسي بلي فاش سال الماكله وشبع دفل في الطبله، ولكن واخا هكاك البطل قرر يخلي عنده تفاحه. ولكن مباشره مورا ما غادرات الطبله بداو كيحسوا بواحد السخونيه شديده. كنكتشفوا من بعد بلي ممنوع تخلي الماكله والا غتسخن بك الزلزاله حتى الموت. ونايا البطل كيستحضر بلي قبل ما يدخل لهنايا صنع على واحد الورق كيوافق فيهم على انه ما غيخرج من هنايا حتى تقاضى الوقت اللي هو متفق عليه، وباللي كل مسجون قبل ما يدخل لهنايا كان عنده الاختيار في شنو يجيب معاه. ونايا البطل اختار نسخه من كتاب دون كيكسوت. كنكتشفوا هنايا بلي البطل جا غير متطوع، وباللي جاي يقضي هنايا 6 شهور على ود واحد الدبلوم معترف به. وهنايا غورينغ سول تريماغاسي على القصه ديالو، قال ليه بلي كلشي بدا بالتلفازه. واحد النهار كنت كنشوف واحد الاشهار ديال واحد الموس عجبني ومشيت شريته، موراها بشويه ولاو كيشهروا واحد الموس حسن منه. هنايا تعصبت ولحت التلفازه باش ترجم ويطيح على واحد الدري كان دايز من التحت هو يموت. وهنايا عطاوني الاختيار ما بين يمشي لشي بسيكياتري ويا ما نجي الحفره، وقال ليه بلي ادنى مستوى وصل ليه كان هو المستوى 132، ولكن للاسف كاينين واحدين اخرين، وبلي الخيبه هي يجيو فيك شهرين متتاليين شي زلزاله دنيا بزاف حيت ما كتوصلش الماكله لتحت. هنايا البطل خاف بزاف من هاد الاحتماليه ويدور كيهضر مع الناس اللي تحت، عافاكم كلوا غير داكشي اللي غيخصكم، ولكن حتى شي حد ما داها فيه. وكرد ناض تريماغاسي وتبول على ديك الطبله. وهنايا كيبين ليه بلي الحاجه اللي اختار يجيب معاه لهاد الحبس هو الموس اللي شرا من التلفازه. والغد اللي فاش جات الطبله هاد المره البطل واخيرا كلا شويه كيبان ليه شي واحد كيطيح من ديك الحفره. وتريماغاسي قال لي بلي هادشي عادي وبلي حتى شي حد ما كيدير شي ردة فعل، وقال ليه بلي كنحتفظوا بنفس الشريك في الزلزاله فاش حتى شي حد ما كيقتل الاخر. ونايا البطل فهم بلي تريماغاسي كلا كاع الشركاء ديالو فاش كان في المستويات الدنيا. وهاد المره فاش هبطات الطبله هبطات فيها واحد المراه سميتها ميهور. هنايا البطل خاف عليها بزاف حيت كانت مجروحه. تريماغاسي قال ليه غير كل ما تديهاش فيها، وبلي هاد السيده كتهبط مره في الشهر كتقلب على ولدها وكتقتل كاع اللي طاح معاها في الزلزال باش تكثر من الحظوظ انها تلاقى معاه. ونايا ميهور فاش وصلت لليطاج اللي تحت المساجين بغاو يستغلوها. هنايا البطل بدا كيغوت وكيقول لهم خليوها في التقال، ولكن لا حاجه بحيث ان ميهور قتلاتهم كاملين ورجعت جلسات في الطبله. بالاخر ديال كل شهر كانوا كيطلقوا لهم شي غاز باش يدوخوهم ويبدلوا لهم البلايص. واحد النهار البطل فاق ولقى راسو مربوط، كان في الزلزال 171. هنايا تريماغاسي قال ليه خفت على راسي وربطتك حيت انت باقي صغير وشباب عليا. وهنايا كنقدروا نسمعوا الناس كيغوتوا كرد فعل للطبقه اللي لقاو راسهم فيها. الطبله هنايا كتوصل خاويه. وفي النهار الثامن تريماغاسي قال للبطل بلي جا الوقت ناكل شي شويه، ويجبد موس وبدا كيقطع منه ويلا بغى ياكل. نزلات الطبله وكانت فيها ميهورو، وهنايا شافته وتفكرت بلي شحال خاف عليها وجمت على هاد الراجل بالموس ديالو وفكات البطل وعطاتو الموس يكمل عليه. تريماغاسي مات، والبطل فاش فاق لقى ميهورو ضمضات ليه الجرحه وبلي راها دابا كتاكل في تريماغاسي. هنايا جابت ليه شويه ديال اللحم، ومورا شحال ديال التردد البطل قبل وكلاه وعطاتو حتى شي شويه د الماء قبل ما ترجع للطبله ديالها وهبطات. وهنايا الجسم ديال تريماغاسي بدا كيدود، كانت فرصه للبطل يتغدى حتى على الدود. وهنا يبدا كيهلوس وكيشوف تريماغاسي في كاع البلايص، كيقول ليه قبل ما تنتقدني تاكد بلي عمرك غدير بحالي، شتي ها انت دابا كتاكل فيا. وفي الاخر ديال الشهر كي ديما طلقوا الغاز، جا الوقت باش يديروا الشونجمون. فاش البطل فاق تفاجأ لقى الشريك ديالو في الزلزاله هاد المره ايموغيري، المراه اللي دارت ليه استجواب قبل ما يدخل تطوعيا لهاد الحبس. وهنايا الحاجه الوحيده اللي اختارت تجيب معاها لهاد الحبس كان هو الكلب ديالها. هنايا كان في الزلزاله رقم 33. هنايا البطل وايموغيري بقاو كيهضروا على الاسئله اللي كانت كتقول ليه قبل ما يدخل، وقال لي بلي حتى هي غير طوعات ودخلت لهنايا، ولكن ما كانش في راسها بلي الناس هنايا كيموتوا. هنا البطل قال ليها بلي الماكله ماشي كافيه، وهنايا قالت بلي داكشي علاش بنادم خصو يتعلم ياخذ غير الاحتياجات ديالو وتا شي حاجه اخرى. وهنايا قالت ليه بلي خصنا نشؤوا الوحده والتضامن في هذا الحبس،
البطل بانت ليه غير كتخربق، ولكن فاش نزلت الطبله ايموغيري كلات غير الحصه ديالها وكلات الكلب ديالها شويه بدات كتوجد شي طباسل، كتوجد الحصه ديال المساجين اللي تحت منها. فاش نزلت الطبله بقات كتقول لهم عافاكم كلوا غير داكشي اللي صاوبت لكم وصاوبوا بحالو المساجين اللي تحت منكم، ولكن ما داوهاش فيها. ونايا غريغوري بدا كيضحك عليها وقال لها بلي المسؤولين ما باغينش هاد الوحده تنشا، ولكن ايموغيري بدات كتدافع عليهم، هي كتخدم معاهم وعمرها حسات بشي حاجه ما فيهاش العداله. هنايا قال لها غريغوري بلي هي حاله خاصه حيت كتختار شكون يكون الشريك ديالها في الزلزال. ايموغيري كل نهار كانت كتعاود نفس الحاجه، كل نهار كتحاول تقرر وتوعي السجناء ياكلوا غير الحصه ديالهم ويخليو حتى الناس الاخرين، ولكن في كل نهار كتعاود هاد الهضره ما كانوش كيديوها فيها. واحد النهار البطل ضرو هادشي في راسو ويقول لهم الا ما داروش داكشي اللي كتقول لهم ايموغيري غيتغوط لهم في الطبله وديك الساعه تاكلوا القاذورات. هاد الناس كمونيين. واحد النهار هبطات الطبله وكانت فيها ميهورو سخفانو. هنايا البطل وميغورو شافوا مالها، بقاو كيحاولوا يفيقوها ويعطيوها الرعايه اللي خاصها. هنايا الكلب كان كيسرق شويه من الماكله، وفاش هبطات الطبله بداو كيحسوا بالبرد بزاف وباللي خصهم يردوا الماكله اللي خدا الكلب. ونايا البطل خلى السرير ديالو لميهورو، فاش فاق لقاهم بجوجهم كيدابزوا. كنكتشفوا بلي ميهورو قتلت الكلب وكلاتو، ولا غد ليه هبطات بحالتها في الطبله اللي جابتها. وهنايا غورين قال لها بلي ميغورو كتقلب على ولدها، ولكن ميغورو قالت ليه هاد ميهورو راها مبتله وما كان عندها حتى شي حد من عائلتها، داكشي علاش جات لهنايا تطوعا بحالو، وباللي دابا هادي 10 شهور وهي هنايا. ايموغيري كانت كتصيفط هنايا الناس بلا ما تعرف كميه الخطوره، ودابا ملي تشخصت بمرض السرطان هادي 3 سنين كرات بلي ممكن تخلق شي تغيير وشي تاثير وتخلي بصمتها، ولكن دابا صافي فقدت الامل. وهنايا البطل بقى كيحاول يوكلها شي حاجه حيت اليوم الاخر في الشهر وباللي غدا يقدر ما تكون عندهم حتى شي ماكله، ولكن ايموغيري كانت ديبريسي بزاف وما بغات تاكل حتى شي حاجه. لغد ليه فاش فاقوا غورين اكتشف بلي راهم دابا في ليطاج 202 وباللي صدقوا كاينين دا زيطاج كتر من هادوك اللي كتعرف ايموغيري. المعلومه كانت صادمه بالنسبه ليها وهي تستعمل الكاشه ديالها وقتلات راسها. وهنايا رجع ليه تريماغاسي بالهلوسه ديالو وبدا كيقول ليه هو والكلب ديال ايموغيري كلها. وهنايا غورين دار كلشي غير باش يلاهي راسو وما يفكرش فيها. حاول يخدع كلشي بالوراق، حاول يحسب الايام، حاول يكتب في الحيط، دار كلشي غير باش يخلي راسو بعيد وما ياكلش صاحبه. وفاش وصل به الجوع الماكسيموم صافي ما قدرش يقاوم وبدا كياكلها. وهنايا كيتوهم تريماغاسي هو اللي كيوريه فين يقطع. موراها بشي ايامات جاو قيتات التغيير. البطل فاق ولقى راسو في 6 ايطاج والشريك ديالو هاد المره في الزلزاله هي ميورو، كانت هازه واحد الموس وجايه قصده. هنايا البطل كيفيق، كان غير كابوس، وبلي الشريك ديالو هاد المره سميتو بارا. هاد بارا الحاجه الوحيده اللي اختار يجيبها معاه لهاد الزلزاله كانت هي واحد الحبل. وغي فاق ولقى راسو في 6 ايطاج فرح بزاف وقال واخيرا هاد هي الفرصه ديالي باش نعتق راسي. بارا هضر مع هادوك اللي في الزلزال اللي فوق منه، قال لهم نرمي لكم الحبل وعاونوني نطلع. ضحكوا معاه وقالوا ليه واخا، وغي تنطالع واحد فيهم تغوط عليه. بارا تقزز بزاف ويفلت الحبل، والحمد لله البطل دخل وعتق بارا، اما الحبل صافي طاح في الحفر. وهاد المره فاش وصلتهم الطبله كان فيها مالات ضواطاب. وهنايا الهلوسات ديال تريماغاسي ويموغيري بداو كيعاودوا يجيو للبطل. تريماغاسي كيقول ليه برافو عليك، ما بقى لك والو، بقى لك غير شهر. اما ايموغيري فكتقول ليه التغيير عمرو ما كيطرى ما بين ليله وضحاها. داكشي علاش البطل قرر يكمل داكشي اللي بدات ايموغيري ويتعاون مع بارا باش يحدوا التغيير. الخطه ديالهم كانت هي يطلعوا فوق ديك الطبله ديال الماكله ويهزوا معاهم اي سلاح لقاو قدامهم باش يجبروا المساجين ياكلوا غير الحصه ديالهم، وهكا كلشي يقدر ياكل. غورين هنايا دار الحسابات ديالو حيت فايت كان في ليطاج 202 وكيبان ليه غالبا يكون 250 ايطاج في التوتال. بارا وافق يخدم مع البطل ويشدوا واحد السرير وهرسوه واستعملوا الحديدات اللي فيه كاسلحه يحميو بها راسهم. وفاش طلعوا فوق الطبله غورين قال ليه بلي ما نخليو حتى شي ساجين يقيس الماكله حتى ليطاج 50 حيت هاد الناس كلاو البارح وغياكلوا غدا ما عندهم حتى شي مشكل، اما الناس اللي تحت من 50 فهما الناس اللي كيعانوا. هنايا بهارة شاف بلي هاد الناس هما اللي عاونوه واحد الوقيته يطلع وبلي هما صحابو، ولكن واخا هكاك فهم لين بغا يوصل للبطل ويحيد المشاعر ودارهم اباغ. كملوا بحال هكا ما كيخليو حتى شي حد يقرب للطبله حتى وصلوا واحد ليطاج. هنايا بهارة تفاجأ حيت لقى بانك اللي هو واحد الرجل حكيم كان كيحترم بهارة بزاف. هذا الرجل فرح بهادشي اللي بغاو يديروا الدراري وقال لهم خصكم تعرفوا بلي المسؤولين ما كيتسوقوش لهادشي اللي كديروا وما غيديوهاش فيكم واش نجحتوا، اما اللي خدامين في ليطاج لتحت ممكن تاثروا فيهم وممكن يتحركوا معاكم.
البطل وبارا اختاروا باناكوتا كرمز، حيت هاد الباناكوتا شي حاجه اللي ثمينه بزاف وغتفاجئهم بزاف الا وصلت لتحت. وهكا ولا المهم هو يحميو ديك الباناكوتا ويخليو بنادم بعيد على ديك الطبله، وهما كيهددوا فيهم. وفاش وصلوا ليطاج 50 ولتحت بداو كيعطيو للناس حصص ديالهم د الماكله. السجناء كانوا ممتنين بزاف. وفاش وصلوا ليطاج 97 لقاو واحد الراجل مريض بزاف وواحد الدري مختل عقليا. البطل حاول يوكل داك الراجل المريض، ولكن داك الدري المختل قال ليه خليه، حيت اصلا نقتلو باش ناكل منه. اما ليطاج اللي تحت منه فما فيه حتى شي حد من غير جثه، غالبا كانت فيه ميورو. ونايا تفاجئوا حيت الطبله ما وقفتش في 250 كما توقعوا وبقات غادا. وفي ليطاج اللي تحت منه لقاو واحد جوج ديال الرجال كيهاجموا ميورو، واحد فيهم كان هاز السيف. بارا وغورينغ دخلوا واخا كان صعيب عليهم يحميو راسهم. هنايا بارا كان كيقتل واحد لواحد فيهم، ولكن كان ديجا تروطار، مات ميهور. هنايا غورينغ حزن وبغى يوقف عندها شي شويه، ولكن بارا جربوا باش يمشيو في الطبله قبل ما تمشي وتخليهم. وهما هابطين بقاو كيشوفوا غير الزلزالات اللي عامره غير بالجثث، حتى وصلوا ليطاج 333 واللي كيبان على انه اخر واحد. في الاول كان كيبان خاوي، ولكن فاش طلعوا تحت من السداري لقاو مالي مخبي واللي هو الطفل المفقود. فاش بارا والبطل بغاو يقربوا منه الطبله بدات كتهبط. غورين قال بارا غير مي ديك الباناكوتا، ولكن بارا رفض وعطاها المالي. وهنايا تفاجئوا الزلزاله كاع ما سخنات واخا خلاو عندهم الماكله. بثلاثه بهم بقاو في هاد الزلزاله، وفوق الهلوسات ديال تريماغاسي وايموغيري تزادت حتى ميهورو. وهنايا حتى بارا شارك نفس الراي ديال الاشباح، كيقول بلي البنت هي الرساله. وغفاق اكتشف بلي بارا مات بسبب النزيف الداخلي اللي كان عنده. وهاد المره فاش جات هاد البلاتفورم نزل فيها هو ومالي. فاش نزلوا بقى كيبان ليهم الظلام. وهنايا تريماغاسي قال لغورين هبط وخليها بوحديتها في ديك الطبله حيت هي الرساله. ياك الله المسؤولين يدركوا الواقع اللي كان يعيشوه ويبدلوا الراي ديالهم.